واحد السيدة سميتها ريبيكا كانت مستأجرة ليلة في واحد الفندق، وهي ناعسة كتحس بشي حد واقف كيشوف فيها. فاش كتعلي راسها كتلقى خيال ديال دري صغير. منين كتنوض تشوف شنو كاين تما كتلقى الخيال هرب، وكتسمع ضحك ديال دري صغير جاي من ورا الحيط. هادي ماشي خرافة، هادي قصة حقيقية وقعات لواحد السيدة كانت نازلة في واحد الفندق اللي كان قصر في القرن 19. كانت ساكنة فيه أغنى عائلة في العالم، عائلة لامب، اللي كانت حاكمة تجارة الخمر في هذاك العهد. عائلة اللي كان يحروا واحد مورا واحد في نفس القصر وبنفس الطريقة. علاش عائلة ناجحة وعندها سلطة وجاه ومال غتنهي حياتها بهذه الطريقة المأساوية؟ واش هذه لعنة ولا كاين شي سر مخبي في هذا القصر؟ اليوم غنهضروا على القصر اللي كيدخل ليه لحد الآن كيشوف خيالات قدامه وبيبان كتسد وتحل غير بوحدها. ولكن قبل ما نبداو بغيت نقول لكم اللي باقي ما مشتركش معنا في القناة اشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. دابا يلا نبداو. باش نعرفوا القصة ديال هذا القصر خاصنا نتعرفوا على شكون هما عائلة ديالو، عائلة لامب، واللعنة اللي تسلطت عليهم. سنة 1866 في دامينال بليس تبنى قصر لامب، وانتقل ليه ويليام لامب ومراته جوليا. ويليام كان وريث لثروة من مصانع الخمر. الأب ديالو كان ملك من ملوك تجارة الخمر في هذاك العهد. ويليام بالفلوس اللي ورث شرى هذا القصر اللي فيه 33 غرفة موزعين على 3 ديال الطبقات. غير كتحل الباب الرئيسي كتلقى راس قدام البهو. الأرضية كلها رخام إيطالي كيشعل بحال المراية، والحيط كله نقوشات مصوبة باليد ومغطية بورق الذهب. التريات ديال هاد القصر كلهم من الكريستال الحر. ولكن أغرب حاجة في هاد القصر هي اللي ما كانش كتبان من الزنقة. تحت هاد القصر كاين عالم آخر، أنفاق وكهوف طبيعية كتمتد لمسافات طويلة وسط الظلام. ويليام لامب حفر تما مسبح حقيقي ومسرح صغير باش ينشطوا فيه. ويليام وجوليا ما ضيعوش الوقت في تكوين أسرة. اللي مذكورين في الصحف هما 8 ديال الأطفال: أنا وفريدريك اللي كان غادي يكون هو خليفة الأب ديالو، ويليام جونيور اللي سمى الابن ديالو على نفس الاسم باش ما نتلفوش غنخليوه جونيور، لويس، تشارلز، هيلدا، وإدوين، إليسا. إلا سمعنا هاد الشي غنقولوا سعادات هاد العائلة، الفلوس والسلطة اللي كيتمناها أي واحد. ولكن من بعد عائلة لامب خرجت عليهم إشاعة في سانت لويس. كيقولوا فاش الدراري بداو كيكبروا عائلة لامب ولدوا واحد الولد اللي كان عنده تشوه خلقي وما رضاوش به، حيت هما كانوا من الطبقة الراقية وكيجلسوا غير مع الناس الراقيين، وما يمكنش يكون عندهم ولد بهذاك التشوه. وفاش ما لقاو ما يديروا حبسوه في واحد البيت في السطح، وكانت هاد الولد سميتو تزاك. كيقولوا ان هاد الولد غير شرعي لإحدى علاقات ولده جونيور مع إحدى الخادمات اللي كانوا عندهم في هذاك القصر، وخاف من الفضيحة والحبس وهما يحبسوه حتى مات مسكين. ويليام جونيور اللي كان أصلا مزوج من ليليان هندلان اللي كانت معروفة إنها كتبغي اللون البنفسجي، كانت كتلبسو في أي بلاصة. راجلها ويليام كان معروف زي النساء، فين ما كانت شي وحدة كيتبعها. لحد الآن بزاف ديال الجيران اللي ساكنين حدا هاد القصر كيقولوا باللي كيشوفوا خيال ديال شي ولد صغير كيطل من السرجم ديال هذاك البيت اللي في السطح ولا كيلعب. سنة 1901 كيموت الولد الأول اللي كان غادي يكون هو الخليفة ديال باه، فريدريك، بسبب مرض القلب. كانت عنده 28 سنة، وهذا الشيء اللي خلى الأب ديالو يدخل في حالة اكتئاب من بعد الصدمة. فريدريك كان الابن المفضل عنده. ويليام كان كيقول من بعد الموت ديالو غيكلف ولده فريدريك بجميع الممتلكات ديالهم، ولكن الموت سبقاتو وخداتو ليه. الأب بقى مصدوم ولا غير تسد على راسو في المكتب ديالو.
سنة 1904 مع 10 ديال الصباح، ويليام كان كيفطر. منين سالا طلع للمكتب ديالو مع 10:30. وحدة من الخادمات كتسمع الصوت ديال القرطاس، مشات كتجري للطابق اللي فيه بيتو، كتلقى الباب مسدود. بقات كتعيط ليه، ما كيجاوبها حتى شي واحد. عيطات على ولادو، فاش كيوصلوا كيلقاو الصدمة. الاب ديالهم مرمي على الارض ومنتحر بفردي من عيار 38 من الجانب الايمن في راسو. مراتو تصدمات، ولادو تصدموا، ما عرفوش علاش باهم دار هاد الشي في راسو. العائله دخلات في حاله اكتئاب، كلشي ولا سد على راسو في بيتو. ولادو من بعد الموت الاب ديالهم ما عرفوش كيفاش يسيروا الشركه، حيت كانوا هما المدللين. اي حاجه بغاوها كتوصلهم، اي حاجه تشهوها كيشريوها، ما كانوا كيضربوا لا تماره لا والو. لهذا ولادو تصدموا وما عرفوا منين يبداو. ماتت الام ديالهم جوليا بسبب مرض السرطان من بعد عام من وفاه الاب ويليام. القصر اللي كان عامر بالحياه والخدم والحشم والضحك والسهرات ولا بحال شي قبر. الوريث الجديد كان هو جونيور، اللي كان معروف باللي عزيز عليه السهرات والنساء. حاول يسير الشركة ولكن الزهر ما كانش معاه، حين جات الفترة ديال الحظر في ميريكان وتمنع بيع الخمر. الشركة اللي كانت كتدخل الملايين ديال الدولارات ولات كتخسر كل شيء. اللعنة ما حيداتش عينيها عليهم. إليسا لامب اللي كانت كتعتبر أجمل بنت في العائلة، الحزن والصدمة على موت والديها وخوها كان واكل قلبها، غير ساد عليها وكتبكي. سنة 1920 واحد الصباح لقاو الجثة ديالها فوق السرير ديالها منتحرة برصاصة في القلب. لغز موتها بقى محير الجميع. علاش بنت عندها كاع هاد الزين والفلوس كتنهي حياتها بهاد الطريقة؟ ويليام جونيور، السيد اللي كان كيموت على شي حاجة سميتها السهرات والعيالات وجلسات الخمر، ما قدرش يتحمل الخسارة ديال الشركة. شافها كتنهار شوية بشوية، وموت الوالدين ديالو خوتو خلاه غير مصدوم وساد عليه في القصر. حتى من مراتو طلبات الطلاق وطلقوا. في 29 دجنبر من سنة 1922 جونيور كان كيتمشى في ممرات القصر، ودخل نفس المكتب اللي انتحر فيه الاب ديالو ويليام قبل 18 سنة. هز الفردي وجلس في نفس الكرسي ونهى حياته بنفس الطريقة، بحال إلى هذا المكتب كان فيه شي مغناطيس كيجر أفراد العائلة الموت واحد مورا واحد. من بعد هاد الكوارث بقى تشارلز لامب هو اللي ساكن في القصر بوحدو. تخيل معايا هاد السيد كيدور في 33 غرفة خاوية. القصر اللي كان عامر بالخدم والضحك والسهرات ولا خاوي بحال شي خربة. كيشوف خيالات خوتو وباه في كل قنت. عاش حياة عزلة غير سد عليه في القصر، حتى لواحد النهار من سنة 1949 تشارلز دار أغرب حاجة ممكنة يتخيلها العقل. تشارلز كان عنده واحد الكلب اللي كان هو الصديق ديالو. قبل ما يصفيها لراسو الكلب ديالو هو الأول، ومن بعد وجه الفردي لراسو. خلى رسالة قصيرة مكتوبة فيها ما تلوموا حتى شي حد، كأنه بغى يقول باللي هاد الشي اللي كيوقع ليهم ماشي طبيعي. لعنة تسقات في الحيوطة ديال هاد القصر وما بغاتش تطلق منهم. دابا غتسولوني علاش هاد الشي كامل. عائلة اللي كانت من أغنى العائلات في العالم، الفلوس، السلطة وحياة الرفاهية، كل شي عندهم، كينهيو حياتهم بهاد الطريقة الغريبة، واحد كيجر الثاني. بزاف ديال الناس كيربطوا هاد الانتحارات كاملها بزكي. عقلتو على الدري اللي هضرنا عليه، اللي قالوا عليه ولدو جونيور، اللي خان مراتو مع شي خادمة كانت خدامة عندهم في القصر. كيقولوا باللي الظلم اللي ظلموا هذاك الولد وخلوه محبوس حتى مات، الروح ديالو هي اللي انتقمت منهم واحد واحد.
بزاف ديال المحققين اللي جاو للقصر وجابوا معاهم أجهزة متطورة تسجيل اف فاش كيحطوا الميكروفونات، وخصوصا في المكتب اللي سحر فيه ويليام والبيت اللي كان محبوس فيه ذاك، كيتصدموا منين كيرجعوا يسمعوا التسجيلات، كيسمعوا أصوات أنفاس ثقيلة وهضرة مشوشة. هاد الأصوات والتسجيلات اللي خلات بزاف ديال الناس يآمنوا باللي القصر باقا كدور فيه أرواح ديال عائلة لامب. اليوم قصر لامب تحول لفندق ومطعم مشهور، ولكن الخدامة اللي تما كيقولوا باللي الخدمة في نص الليل كتحتاج القلب من حديد، كيشوفوا بيبان كيتحلوا وكيتسدوا بوحدهم، الصوت ديال الكرة كتكركب من فوق السطح، خيالات في الممرات ديال القصر. السؤال اللي كيبقى مطروح، واش بصح هاد العائلة قاستها لعنة من وراء موت هداك الولد والروح بقات كتعذب وانتقمت منهم، ولا كاين تفسير آخر؟ شاركوا معايا آراءكم في التعاليق. تهلاو فراسكم، إلى فيديو جديد إن شاء الله.